هو ازاي ميسي بيعدي من المدافعين؟ كلنا عارفين ان ميسي هو اعظم دريبلر في تاريخ كرة القدم، وده على فكرة مش رأيي، ده بالارقام. احنا بقى عايزين نحلل طريقة الدريبلينج اللي بيعملها ميسي بس بشكل علمي شوية، ودي على فكرة حاجة محتاجة سلسلة من الفيديوهات واحنا ان شاء الله هنعملها. بس خليني بس الفيديو ده اقول لك سبب من الاسباب. اول واهم سبب هو سرعة البديهة، ان انت تلم معلومات عن طريق الاسكان اللي انت بتعمله، ده في حد ذاته ذكاء، لكن ان انت تعرف تعمل بروسيس على المعلومات دي وتتخذ قرارات سريعة بناء على المعلومات دي عبقريه. ميسي قبل ما يستلم الكوره بيعمل اسكان حواليه يمين وشمال علشان خاطر يجاوب نفسه على كذا سؤال. هو انا فين في الملعب؟ زمايلي ولاعبين الخصم حواليا فين؟ مين اقرب مدافع ليا؟ ايه المساحه اللي انا ممكن بعد كده اهاجمها؟ يعني مثلا في المثال ده هو قرر ان هو يلم المدافع بتاع اتلتيكو مدريد ويهاجم المساحه الفاضيه اللي وراه، وسبحان الله بقى اللي فيه طبعا ما بيغيروش. بعد ما عدى من المدافع بدا يعمل اسكان يمين وشمال عشان يتخذ القرار اللي جاي ويبدا يعرف هو هيعمل ايه الخطوه الجايه.